السلام عليكم. شكرا محمد دومير، شكرا شكرا شكرا. اليوم محمد دومير جاوبني على واحد السؤال من اللي كنت دراري وانا نسقسي روحي، واللي هو قسما بالنازلات الماحقات، قسما بالنازلات. يعني انا ملي كنت دراري، ملي كنت نقرا في المدرسه القرانيه، نشفع على روحي، سقسيت الشيخ نتاعي على هذا المشكل نتاع قسما بالنازلات، يعني قسم بغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يقسم المسلم بغير الله، يعني اليس هذا شركا؟ محمد دومير عطى امثله على بعض العلماء نتاع الدين اللي كانوا شعراء وداروا في الشعر نتاعهم كيما هذا العفسه، قسما بي. هذا بيت شعر جزائري قديم ياسر، يقول فيه ابن علي الجزائري هو مفتي الديار الجزائرية، يعني يعرف حدود الله أكثر من غيره، وأصلا أغلب قصائده دينية ماهيش دنيوية. هذا قال قسما بريحان العقيق وبانه. وهذا شاعر جزائري أخر يرجع لعدة قرون اسمه محمد بن يوسف الثغري، اللي كان أحد شعراء البلاط الزياني في تلمسان، عنده بيت يقول فيه قسما بزمزم والحطيم. ومحمد طاهر بن عاشور يعتبر من أعلام الأمة الإسلامية في الأدب واللغة والعلوم الشرعية، هو تونسي، كتب محمد الأخضر قسما بإحساس المودة بيننا. أيوة صافي كاين فيها إن. والأكثر من ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث له قال، والمثال نشوفوه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال أفلح وأبيه إن صدق. والواو هذه ماهيش واو العطف، بل هي واو القسم بإجماع أهل العلم، يعني باه نبسطوه ونوضحوا القسم اللي فيه نقدروا نقولوا أفلح وأقسم بأبيه. أيوة، معناتها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بغير الله، أشرك حين قال وأبيه. تفسير ذلك فيه. شوفوا هذا كتاب الزمخشري وعليه شرح أبي يعيش، علما أن الزمخشري من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والأدب. في هذا الكتاب خصص الزمخشري فصل للقسم في اللغة العربية، ويقول فيه: اعلم أن اللفظ إذا كثر في ألسنتهم واستعمالهم آثروا تخفيفه، ولما كان القسم مما يكثر استعماله ويتكرر دوره بالغوا في تخفيفه من غير جهة واحدة، فمن ذلك أنهم قد حذفوا فعل القسم، وربما حذفوا المقسم به واجتزأوا بدلالة الفعل عليه. شفت إجازة حذف المقسم به؟ هاي دلالة نحوية ولغوية كبيرة على إمكانية حذف المقسم به واجتزاء. قسما بريحان العقيق وبانه. وش نقرأ في تعليق المؤلف هنا؟ حذف المقسوم به وترك لفظ القسم للضرورة الشعرية، فهو أراد أن يقول قسما برب ريحان العقيق. قسما بالنازلات الماحقات، ده شرك، ده شرك. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يعني عائشة رضي الله عنها التي كان يرجع إليها في الكثير من الأمور الفقهية، كان معروفا عنها أنها كانت من بين أعلام الصحابة بأشعار العرب. هذو الجماعة ما قرأوا لا شعر جاهلي، ما قرأوا لا في كتب البلاغة، لا في كتب اللغة، لا نحو لا صرف، وللأسف يفتون الناس ويفتنون الناس، ويفتنون الناس للأسف. تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله.